البنك المركزي في المادة 18 في قانون البنك المركزي يعد البنك المركزي ببيان في نهاية كل أسبوع من مركزه المالي مقارنا بمركزه في نهاية الأسبوع السابق. يعني كل أسبوع يقارن مركزه المالي النهاردة بالأسبوع الماضي، يعني أسبوعيا. ده شيء جميل جدا، وينشر في الوقائع المصرية. شفتوها؟ لا، ده مكتوب في المادة 18. أنا قعدت أقرأ قانون البنك المركزي، ويا ريت من الناس المحاميين الشباب الصغير وفي كلية الحقوق وقضاة يا ريت يبدأوا يقروه عشان يستغربوا على كتابته. يبقى في الحالة دي البنك المركزي في بند تاني بيقول إن جميع البنوك القطاع العام تابعة تحت نظام البنك المركزي ويجب عليها تطبيق نفس الخطة. بمعنى كده نفهمه ان لكل بنك يجب في كل اسبوع يقدم بيان بمركزه المالي مقارنة بالاسبوع اللي فات. طيب دي احنا هنا بنقولهم سنة 2004 خسروا، وسنة 2006 خسروا 149 مليون، وسنة 2007 خسروا 300 وشوية. طيب انتوا خسرتوا، طب لما انت خسرت في 2004 بتخسر في 2005 بتخسر في 2006 بتخسر في 2007، دول 4 سنين اللي انت ماسك فيهم ما اترحبوك. الله، امال الماده 18 اللي في قانون البنك المركزي انت مش معين ناس عشان يشوف المركز المالي بيتغير من اسبوع لاسبوع. ثانيا الناس دي كلها بتتعين برئيس الجمهوريه اللي هو انت طبعا، ولكن اسبوعيا باسبوعيا خساره خساره خساره، ما فكرتش تغيرهم؟ ده انت راجل كنت شغال في بنك، ده انت الوظيفه الوحيده اللي اشتغلتها. مش عارف جمال مبارك ازاي هيعرف يرد على الحاجات دي. اسبوعيا يتقدم مقارنه من اسبوع لاسبوع. 4 سنين ومش 1000 ولا 2000 ولا مليون، بنص قيمه البنك، اكتر من نص قيمه البنك. طب خليني اسالك سؤال. مصر حاليا في ناس كتيره كاتبه شيكات وملهاش فلوس في البنك. في مصر كتير فيها منها هربانه من الاحكام وخسروا شغلهم بتورطهم مع الحكومه وبتورطهم مع البنوك، وخدوا قرض من البنك وما سدهوش. ماشي، حكمت عليهم بالسجن، والسجون مليانه في مصر من ناس خدت قروض، ومصالح كتيره في كل مدينه صناعيه مقفوله لان صاحبها متورط من البنك، والبنك قبض عليه بالسجن عشان 100,000 جنيه، عشان 200,000 جنيه، عشان مليون. طيب واللي السبب اللي هو في خسارة البنك الأهلي 326 مليون جنيه، 326 مليون جنيه. ده ما تقدمش ليه للسجن؟ ده انت رئيس وانت اللي بتعينه. لأن بيقولوا إن في البند 13 بيشتغل على المحافظ ونائبيه وثلاثة اللي بتعينه بالرئيس الجمهورية. ثانيا رئيس مجلس إدارة كل بنك اللي بعينه رئيس الوزراء اللي انت معينه. طب الناس دي بتخش السجن ليه وانت ما بتخش السجن ليه؟ ليه القانون ما يطبقش عليك؟ يا ريت الشعب المصري يعرف ليه النظام المصري رافض انه يدي القضاء حرية، لان القضاء لما هيقرر هيحكم على اي واحد، كله هيبقى تحت القضاء. ده اللي مصر محتاجاه، فصل القضاء عن النظام. تعالوا نشوفوا حاجة تانية غريبة، يا ريت الناس المحامين الشباب الصغار يتمرن فيها في دراسة الدستور. بنود مكتوبة في قانون البنك المركزي بينط من مكان لمكان عشان يتوه أي حد. يقول لك البنك المركزي بيعينوا محافظ البنك، بيعينوا رئيس الجمهورية واستقالته برئيس الجمهورية. طيب تعال نشوف إدارة البنك المركزي اللي هو الفيدرال بنك، اللي هو البنك اللي بيحكم مصر، اللي هو البنك اللي فيه قيمة الجنيه المصري، اللي بيقول الجنيه المصري طبع شكله ايه. يبقى دلوقتي رئيس الجمهورية بيعين رئيس اللي هو المحافظ البنك، ادي واحد. نمرة 2 يعين نائبين لمحافظ البنك.
يبقى كده 3. يبقى محافظ البنك و2 نواب لمحافظ البنك، نائب اول نائب تاني. ادي كده 3 انفار. بيعينهم رئيس الجمهوريه برضه. بعد كده بيعين واحد تاني اسمه رئيس الهيئه العامه لسوق المال. يبقى كده 4 انفار. بعد كده هو 3 اعضاء بيمثلهم 3 وزارات، وزاره الماليه ووزاره التخطيط ووزاره التجاره. ده في البند في الماده رقم 12 في القانون البنك المركزي. 3 اعضاء بيمثلهم وزاره الماليه ووزاره التخطيط ووزاره التجاره. 3 اعضاء، يبقى كده 7. و8 ذو خبره المتخصصين بيختارهم رئيس الجمهوريه لمده 4 سنين قابله للتجديد. 8 ذو خبره. يبقى المحافظ 2 نواب، رئيس الهيئه العامه لسوق الاموال، 3 اعضاء بيمثلوا له 3 وزارات، و8 ذو خبره. ال15 دول في شرط غريب في الماده رقم 13 مكتوب عليها يشترط على كل المحافظ ونائبين و3 اعضاء الجنسيه المصريه. يعني في من ال15 دول 6 بس مشروط عليهم ان يكون جنسيه مصريه. طب من ال15 فاضل 9. منين دول؟ من بره؟ دي انا مش فاهمها سرها ايه. هنا في بند تاني بيقول في حالة اجتماع مجلس الإدارة اللي هو بيتكون من 15 اللي منهم 8 بيختارهم الرئيس بدون ترشيح أي حد. 8 مفيش حد مرشح، كله بيعينه، بس هو في 8 بيجيبهم من بره، مش شرط عليهم انهم يكونوا بجنسية. الناس دي كلها لو حصل أي اجتماع القرار بيبقى بالأغلبية. يعني حتى ال6 المصريين اللي جنسيتهم مصرية مطبق عليهم الشروط ان هم يكونوا من ضمن 15 مش هيقدروا ينفذوا قرار الامن المركزي لو رئيس الجمهوريه حصل له حاجه. يبقى لو حصل اي حاجه هنبص نلاقي البنك المركزي والعمله المصريه كلها موجوده بره. واللي بيقرر مين؟ 9 منهم مش شرط ان هم يكونوا مصريين. في ماده تانية بتقول ان قيمة البنك رأس مال البنك المركزي المصري بيكون معاين بعملات اجنبية او بذهب مكتوب فيه بيحدد مكانهم رئيس الجمهورية، وهو اللي بيقرر ان هم يكونوا في البنك او في مكان ما من مصر او في بنك من الخارج. دي انا مش فاهمها وعندي شك فيها. ليه قيمة البنك تتحط في بنك في الخارج يختاروا رئيس الجمهورية؟ صعبة، عايز أسئلة. قانون البنك المركزي كله عايز أسئلة. نظام الاقتصاد عايز أسئلة. الخصخصة وفسادها وفشلها. وليه ما تطبقش القانون اللي بيطبق على الغلابة اللي هم واخدين قروض من البنك وخسروا شغلهم؟ ما يتطبقش ليه على النظام؟ كده تكون في حل او رد.